أما عن أخبار الطقس اليوم ودرجات الحرارة، بيسعدنا يكون معانا دكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور منار. دكتور منار، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضراتكم واهلا بكل الساده المشاهدين. في البداية خلينا نتعرف على درجات الحرارة اليوم، وعايزين نعرف من حضرتك أخبار الجو. هل درجات الحرارة هتستمر في الارتفاع في الفترة القادمة؟ وأخبار يعني درجات الرطوبة هتكون إيه؟ اتفضلي يا فندم. طبعا اليوم وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه استمرار ذروه ارتفاع قيم درجه الحراره في اغلب المحافظات، مع عظمى في القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 40 درجه مئويه، ده اعلى من الطبيعي للفتره دي من السنه بحوالي 5 ست درجات، وما زلنا كمان بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، فنسب الرطوبه كمان مرتفعه بشكل كبير، تتجاوز نسب الرطوبه ال 95% الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، بتتجاوز ال 85% في القاهره الكبرى والوجه البحري، وده بيخلي احساسنا بقيم درجات الحراره اعلى طبعا من 40. يعني المحسوس النهارده في القاهره الكبرى 42 و43 درجه مئويه في الظل. لو اتعرضت لاشعه الشمس هتحس قيم درجه الحراره كمان اعلى من كده. محافظه الصعيد اكثر تاثرا بارتفاع الحراره، عظمى فتره النهار 45 درجه مئويه في الاقصر واسوان. لسه في استمرار للطقس شديد الحراره الرطب بشكل كبير في اغلب المحافظات، فيما عدا الاماكن الساحليه بتكون الاقل في الحراره رغم ان هي الاعلى في الرطوبه، اجواء محرره رطبه فتره النهار. فتره الليل اجواء مائله حراره رطبه بشكل كبير في معظم المحافظات، خاصه عظمه الرطوبه بتكون فترات الليل. بالاضافه كمان الصغرى فتره الليل ما بين 26 و 27 درجه مئويه في القاهره الكبرى. اليوم ايضا متوقع نشاط لرياح، سرعات رياح ما بين 30 ل 40 كيلو متر على الساعه، يساعد نشاط الرياح ده على احساسنا بنسب رطوبه اقل وتلطيف الاجواء في الاماكن المفتوحه او المكشوفه في القاهره الكبرى، في مدن القناه، في الوجه البحري، في مناطق مسينا. نشاط الرياح ده كمان ممكن يكون مع بعض الاتربه والرمال المثاره في الصحراء الغربيه وصحراء مطروح، لكن كمان عندي اتربه منقوله في الحدود، المناطق الحدوديه او الجنوبيه زي حلايب، شلاتين، ابو سمبل، نتيجه ان انتقال الاتربه من شمال السودان للمناطق الحدوديه. مع كمان فرص لسقوط الامطار، فرص ضعيفه لامطار خفيفه قد تكون متوسطه ورعديه احيانا على المناطق الحدوديه نتيجه تقدم الفصل المداري او الحزام المداري لشمال السودان، فتبدا عندنا حلايب، شلاتين، ابو سمبل، جنوب الصحراء الشرقيه تتاثر بفرص سقوط امطار، ما فيش منها قلق تماما. النهارده كمان وفقا للتوقعات بعض الاتربه والشوائب العالقه ممكن نلاحظها في القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري. بالاضافه كمان ان ارتفاعات الحراره ده نكمل معايا خلال الايام اللي جايه، بس بقيم درجات حراره اقل من النهارده، يعني النهارده 40 عظمى في القاهره الكبرى تكون مسجله، بكره الاثنين 38 ل 37، مع نهايات الاسبوع الاربعاء والخميس هنلاقي 35 و 36. طبعا الانخفاض مش هيكون ملموس، لكن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه احساسنا بالحراره هيكون اعلى من 37 و 38، فعشان كده بنقول لو حصل انخفاض مش هيكون ملموس بشكل كبير، بس افضل حالا طبعا من ال 40 اللي متوقع نسجلها النهارده ان شاء الله مع بدايه الاسبوع. تأكد على كل السادة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات الظهيرة، نتناول قدر كبير من السوائل المرطوبات وأهمها المية، نتواجد في أماكن جيدة في التهوية، ناخد احتياطاتنا بقدر الإمكان عشان ما نتأثرش بالارتفاعات الموجودة في قيم درجات الحرارة، ودي طبيعة فصل في استقرار موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة. كل الشكر والتقدير لدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد.